ايه هي حلويات الكيتو وامتى بتستخدم وامتى تبقى مشكله. ايه هي حلويات الكيتو وبتتعمل من ايه؟ المكونات اللي ما بتخرجش منها اي ريسبي للكيتو. الدقيق بنجيبه من دقيق اللوز او دقيق جوز الهند، اللبن لبن لوز او لبن جوز هند، الدسم يجي من كريمه كامله الدسم او زبده جوز الهند، المكسرات ممكن ندخل بيض، ممكن ندخل فاكهه زي الحاجات اللي سكرها قليل زي الليمون والفراوله. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا عندنا منتج خالي من الجلوتين، خالي من السكر، خالي من الفركتوز، لكن مليان دهون وسعراته مش قليله ابدا. لو فهمنا ده هنعرف نوظف فين حلويات الكيتو. ناخدها امتى بقى؟ تاخد حلو الكيتو اكيد لو انت عامل كيتو، ولو عامل لو كارب دايت. لو انت انسان حاسب كويس قوي السعرات ومحتاجها تديك طعم الحلو، ما تقدرش تعيش من غير حلو، زي الستات وقت البي ام اس بيبقوا محتاجين ياكلوا حاجه حلوه وما قدامهمش حل غير ان هم يبوظوا الدايت خالص ياخدوا حلو الكيتو. امتى بقى تبقى مشكله؟ لو خدناها عمال على بطال علشان هي ليبلد هيلثي زي ما قلت لكم، في الاخر بناخد دهون كتير وسعرات كتير. بسلام لو احنا كمان بناخد كربوهيدرات من الاكل العادي، يبقى احنا ساعتها بناخد هاي كارب هاي فات دايت، بنتخن ويجي لنا امراض كمان. ولا ليبلد هيلثي ولا نيله.